بسم الله. جيت لكم بقى بفيديو جديد، فيديو سريع كده هوريكم ازاي بنعمل السمك المقلي بطريقة حلوة، وفيديو سريع كده دقيقتين بس هيعجبك وهتستفاد ان شاء الله كتير. اول حاجة كده انا بكون مجهزة الحشوة بتاعتي، بيبقى عبارة عن توم وكزبرة وملح وقرن فلفل حامي. بحط السمك في الدقيق وبنزل فيه بالزيت يكون ساخن. قبل ده كله بكون غاسلة السمك كويس جدا ومنضفاه كويس جدا وحطاه في مصفى يتصفى ورش عليه ملح علشان يتحيق. بعد ما بياخد لون من الجنب من تحت، يعني بيتحمر من تحت، بقلبه على الجنب التاني. اول برضو ما ياخد لون يبقى عاطيني اللون الذهبي الحلو المقرمش ده، هنطلعه على طول من الطاسة بتاعتنا. اول حاجة بقى بنعملها بنحط لايك وبنشترك في القناة وبنفعل الجرس وبنكمل الفيديو، ولو عايزة اي حاجة اكتبيلي في التعليقات هرد عليكي. خلصنا كده السمك، بنعمل جنبيه رز بشعرية او سلطة خضراء. انا عملت سلطة خضراء وعملت رز، وبنعمل ممكن تقلية او شكشوكة، بس النهاردة انا عاملة رز وسلطة بس. السلطة دي سلطة حلوة جدا، جربوها تعجبكم بإذن الله. لما تجربوا تحطوا عليها بصلاية صغيرة كده وتعصروا عليها ليمون كتير، وحطوا كمان شوية مية. وطبعا السلطة متستغناش عن الطماطم، الخيار، الفلفل، الكزبرة والشبت. هنقلب بقى الحلو ده كله كده ويبقى طبقنا جاهز. هنحط الرص عليه السمك بتاعنا ويبقى جاهز للتقديم. زي ما قلت لكم ما ننساش نحط اللايك ونشترك في القناة ونفعل الجرس. اشوفكم بقى في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.